وحشتوني. رجعت لكم بعد غيبة، بس حلقة النهاردة هتكون خفيفة شوية علينا، بعيد بقى عن الدم والقتل والحروب. قلت اجيلكم بحلقة دمها خفيف عن بطل مات حوالي 10 مرات في اليوم ده، والحمد لله لسه عايش، ربنا يديله الصحة. هنتكلم عن اللواء الطيار سمير عزيز. كان معروف بانه اشطر طيار في حرب اكتوبر، ومعروف بخفه دمه، تفضل تضحك طول ما انت بتسمع حكايات. انا شخصيا ما كنتش قادره اتملك من الضحك وانا بسمع حكايته اللي هقدمها لكم، مع انها بدات بمأساة صغيره، بس الحمد لله ربنا نجاه. بيحكي بطلنا عن اهم المناورات اللي حصلت ما بينه وما بين العدو، وانه كان من ضمن 4 طيارات بيشتبكوا مع طيارات ميراج من العدو، وهما مشتبكين معاهم اكتشفوا ان الطيارات الميراج دي احدث بكتير من اللي معاه، وبسرعه خد قرار وقال لكل اللي معاه اتخلصوا من خزانات الوقود اللي في الطياره عشان تخفف الحموله وتزود سرعه الطياره. وبالفعل ال3 طيارات اللي معاه فكوا الخزانات ورموها، بس طيارته للاسف علقت والخزان مش راضي يفك. زميله قال له يا قائد خلي بالك الطياره بتاعتك الخزان اللي فيها لسه متعلق وما نزلش. يا دوبك خلص كلامه والقائد هيرد عليه، جه صاروخ اسرائيلي خبط في زميله واستشهد في الحال. هنا ادرك اللواء سمير عزيز انه خلال ثواني هيتم استشهاده، بس قال هحارب لاخر نفس. لكن للاسف الطياره ما ساعدتهوش لان سرعتها بقت زيرو، وبالتالي مش هتقدر تعمل اي حركه غير انها تنزل في مكانها، وما كانش قدامه غير الانسحاب. وللاسف وهو نازل للارض اكتشف 8 طيارات ميراج جايين عليه علشان يخلصوا عليه، لكن ربنا وفقه وقدر يخرج من المعركه دي سليم. لكن بعد ما مشي حوالي 10-12 كيلو ما قدرش يكمل، قال ازاي اسيب اخواتي بيتضربوا، ولف ورجع لهم على امل ان هو يلهي العدو ويدي فرصه لاخواته انهم يرجعوا. وطبعا ده ما اسمهوش غير حاجه واحده بس، تضحيه او انتحار. ولما رجع تاني لارض المعركه بيحكي بطلنا ان اتضرب عليه صاروخ، وفي ثواني لقى الدنيا حواليه نار. قرر يفك الكرسي وينط من الطياره، بس للاسف ولسوء حظه ان الكرسي علق وخرج بطريقه غلط، اتسببت له في كسر في العمود الفقري. لكن للاسف الحظ السيء ما زال بيطارد بطلنا، لان الباراشوت لف حوالين رجليه وشل حركته وهو في الميه، وبدا غصب عنه يشرب من الميه عشان يحافظ على حياته ثواني. لكن باعجوبه شديده الباراشوت اتفك من على رجليه وبقى حر. وهو بيشم نفسه لقى قارب جاي عليه ناس عرب، وقال الحمد لله لقيت حد ينقذني. لكن ما خلصتش على كده، واحد من اللي في القارب افتكروه اسرائيلي رفع المقداف عشان يضربه، لولا انه صرخ وكلمهم بالعربي. طبعا هما ما صدقوش وقالوا ان معظم الاسرائيليين اللي مسكوهم بيعرفوا يتكلموا عربي كويس، وما كانش قدام بطلنا غير انه هو يطلع لهم البطاقه الشخصيه ويتاكدوا منه. واداهم البطاقه، بعد ما بصوا فيها كتير قوي اكتشف انه ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، لحد ما خلاص فقد الامل. وبيحكي بطلنا بيقول يعني انا فلتت من العدو وحرب في السماء وفي الارض ونار وغرق، وفي الاخر اموت بالشومه من ايد ولاد بلدي. راح اخر ما زهق قام شتمهم شتيمه ما يشتمهاش غير واحد مصري اصيل. هنا بدا يحس ان البطل ده لا فعلا مش بيكذب، لحد ما ربنا بعت مركب حرس الحدود تسال عن الطيار اللي وقع من الطياره، وفعلا قدروا ينقذوه وخدوه معاهم المستشفى عشان يتعالج. لكن بطلنا قال قبل ما اروح المستشفى محتاج اروح المطار ضروري جدا عشان معايا معلومات هتفيد زمايلي. وفعلا قدر البطل يستحمل لغايه ما وصل المطار وقدم المعلومه، وبعد كده راح المستشفى وتعالج. ودي من المواقف اللي حكاها البطل اللواء سمير عزيز. وكده تكون حلقتنا خلصت، بس طالما بنتكلم عن ابطال مصريين تبقى حكاياتنا ما بتنتهيش. الف سلام وتحيه لكل ابطالنا المصريين.